السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء عليكم يا مروقين يا ملوك قناة الملك اليوم. أنتم الآن في حضرة الملكي اليوم. بسم الله فلنبدأ. صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصل لك أي أخبار جديدة من قناة الملك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الأول يا جماعة، نبدأ بخبر حلو للزملكاوية. انتهى أزمة صلاح مصدق مع الزمالك وتم تحويل المبلغ المستحق بتاعه عن طريق البنك. وفي خبر تاني، تم توقيع اللاعب الصاعد من قطاع الناشئين أحمد صفوت على عقد لمدة 3 سنوات. خبر حلو برضه. تمام. محامي أحمد بالحاج قرر التضامن مع نادي الزمالك أمام المحكمة الرياضية الدولية الكاس في قضية إيقاف القيد التأديبي، وجاء ذلك بعد التوصل لاتفاق وتسوية بين الطرفين النادي والمحامي أو أحمد بالحاج. وكده نقدر نقول إن رفع إيقاف القيد ما هو إلا وقت، يعني إن شاء الله. الموضوع الثالث يا جماعة، النادي الأهلي يقترب بشدة وبقوة من المدرب المغربي حسين عموتة لقيادة الفريق في الموسم الجاي ان شاء الله، يعني اذا ما حصلش في الامور يعني. الموضوع الرابع، بزيرة كلمة السر في حل أزمة الزمالك. أنا عن نفسي بزيرة ده خط أحمر، ممنوع الاقتراب أو التصوير حتى معاه. ورب ما حد من الإدارة يوافق إن بزيرة يسيب النادي. اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا يتلقى عرض قطري مقابل 5 مليون دولار، والنادي الابيض يدرس العرض. يعني المجلس الفاشل بيدرس ان هو يبيع بيزيرا. اكبر غلطه لو المجلس باع خوان بيزيرا. ما عندناش اللي هو اصلا. هم عايزين يبقوا على اساس ان ايه، 5 مليون دولار وكل اللعيبه حوالي 6 مليون دولار وحاجه بسيطه كده. 6 مليون دولار وحاجه بسيطه. 5 مليون فكوا ازمات الزمالك كلها والقيد والصفقات وكله ماشي. بس مش هنعرف نجيب لاعب زيه اصلا. مش هنعرف نوصل لحد زيه. طب انا سؤال لجمهور قناه الملك اليوم. يا جماعه، اللي موافق على بيع بزيرة يكتب تحت موافق، واللي مش